السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم لكم واحد البسبوسه غزاله كتجيب نكهه نسكافي. كتجي فنه. وغادي دابا البنات غادي نقدم لكم المقادير كالتالي، وهي كالتالي. هنا كاينه 4 البيضات كي شفتوا معايا. يكونوا صغار، ولا كانوا كبار ديري غير 3 البيضات. غادي نحاولوا نخلطوهم مزيان، نخلطوهم بالخلاط اليدوي حتى كتمتزج لينا هذاك البيض مزيان. وغادي نزيدو نضيفو ليه 3 المعالق ديال سنيده، ما يكونوش عامرين بزاف حيت مازال غادي نديرو السيرو حلو. صافي نحاولوا نمزجو البيض مع سنيده ديالنا، نخلطوهم مزيان. ما تنساوش البنات ان هاد البسبوسه كتبغي شويه الملحه، واي حلويات ضروري تضيفي شويه الملحه باش كتكسري هذاك السكر باش ما يكونش حلو بزاف. صافي غادي نبقاو نحاولوا نخلطوه مزيان ونديروا معاه نسكافي. هاد النكهه ديال النسكافي كتخلي البسبوسه نديروا بسبوسه مغايره. خصوصا ملي كنملهم ديك البسبوسه البيضاء هذه بنكهه نسكافي اخترعتها لكم انا، نتمنى تعجبكم وتبقاو ديروها في الكوتي، وفي الا جاكم شي حد تفرحوا بها ضيافكم. وغادي دابا نضيفوا نص كاس ديال زيت المائده كي شفتوا معايا، ما يكونش عامر بزاف، نخلطوه مزيان. ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، ما يكونش عامر بزاف. ها هو نحاول نمزجو بين البيض و3 معالق ديال سنيده وشويه الملح، وكاس ديال نص ديال كاس ما يكونش عامر ديال العنبه تاع الزيت المائده، كاس ما يكونش عامر ديال الحليب، ولا ما كاش حليب تقدري ديري دانون. ودابا غادي نديرو نص كاس ديال قهوه سريع الذوبان. كي كتشوفوا الماء كيكون دافي، وكنزيدو نضيفو ليه 2 معالق صغار ديال نسكافي سريعه الذوبان. اي نكهه عندك، اي قهوه اللي عندك، ولكن تكون من احسن سريع الذوبان. صافي دابا غادي نخوها، هي اللي غادي تعطينا هذاك اللوغو، واحد المذاق هائل في البسبوسه ديالنا، المغاير عن البسبوسه البيضاء او البسبوسه بالكريمه البيضاء او البسبوسه بالشوكولا. اليوم غنديرها لكم بنسكافي. صافي البنات كي شفتوا معايا الخليط السائل طلع لينا هنايا. غادي نحاولوا نقسموه بطبيعه الحال على 2 مرات. معايا انا دابا السائل ديالي هو هذا، غادي نقسمو على 2 حيت غندير الطبقه الاولى والثانيه. نحاول نقسمو في اناء اخر نخليه ابار، حيت ما غاديش نقدر ندير ليه السميده ولا الخميره دابا حتى طيب ليا الطبقه الاولى، حيت غادي نديرو 2 طبقات باش كتكون في الوسط الكريمه ديالنا باش كتطلع لينا البسبوسه طوب. دابا غادي نديرو كريب كاكاو بالشوكولا المر، يعني ما يكونش حلو من الاحسن حيت درنا السكر سالفا. غادي نديرو 2 خنيشات. انا الخنشه الاولى غادي نديرها في الطبقه الاولى، والخنشه الثانيه غنخليها ان شاء الله حتى نديرو الطبقه الثانيه. صافي كي شفتوا عطاتنا هذا اللون الشوكولاتي الهائل، مزجوا العناصر جميعها باش كتعطينا واحد اللون شوكولاتي. وهذا هو الهدف ديالنا. كي كتعرفوا الشكلاط كيجي مع النسكافي، خصوصا لعشاق الشوكولا والنسكافي. صافي غادي نبقى نخلط الجميع. ودابا البنات غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو الكوك، ما تكونش عامره بزاف. غادي نحاول نديرها في الطبقه الاولى، وغادي ندير معلقه الثانيه في الطبقه الثانيه، يعني 2 معالق نقسم بيناتهم. كتعرفوا الكوك كيجي مع السميده كيجي مذاق ديالو رائع. صافي غنبقى نخلطوا الجميع. ودابا البنات غندير السميده. غنحاول هنا كي شفتوا معايا 4 الكيسان ديال العنبه معامرين، عطاتني واحد الزلافه. هنا غادي نقسم 12 معلقه في كل اناء. الاناء الاول غادي نحاول ندير فيه 12 معلقه، غندير 4 بالتدريج شويه بشويه حتى يتجانسوا ليا جميع العناصر. وعاد ان شاء الله غادي ندير ما تبقى في الاناء الثاني.
ودابا البنات غنشد خميره الحلويات، كي شفتوا معايا فيها 8 غرام. غادي نحاول نقسمها، غادي ندير النصف ديالها، والنصف الاخر غادي نحاول نخليه الاناء الثاني للطبقه الثانيه. صافي غنخلطها مزيان. يعني المجموع غادي يكون 8 غرام ونص، يعني خميره ونص. صافي غنخلطها. كي شفتوا جاتني على هذا الشكل السائل والهائل. ما تكونش كي شفتوا معايا ما تكونش سائله بزاف وما تكونش خاتره بزاف، باش كتجي هشيشه. خصوصا غادي نديروا لها السيرو مع الكريمه، ضروري تكون الكيك ديالنا هشيشه او بسبوسه ديالنا. وتحيه لاهل مصر، هاد الاكله قصتها انها من اهل مصر. تحيه لاهل مصر، كنبغيكم بزاف بزاف، الله يخطيكم عليا وعارفاكم كتبغوني بزاف وكانت نموت عليك. كيشتو معايا دابا نحاولوا الطاوه اللي غادي نديروا فيها البسبوسه ديالنا تكون هذاك المول اللي كيتفتح، باش حيت مازال غنديروا الطبقه ديال الكريمه والطبقه الثالثه باش تجينا سهله منين نفتحوها. ودابا غادي نحاول نخلط المزيج ديال البسبوسه ديالنا اللي صيبنا سالفا. غادي نحاول نخويها من الاعلى للاسفل، وغادي نحاول نميلها من جميع النواحي باش ما تجيش بلاصه طالعه وبلاصه نازله، باش كتجي مقاده وكيجي واحد الشكل دائري وزوين ما يحشمكش. وديريه في الكوتي لوليداتك ولا ديريه للضياف ديالك، الصراحه كتجي معتبره. صافي كندخلوها درجه الحراره 180 درجه او 150 وعلى حسب الكهرباء.
الضوئيه او الكهربائي اللي كان عندكم توفر في المنزل ديالكم. الخدمه ديالي باش ان شاء الله غادي نحاول نخويها فوق الكريمه الثانيه، وغادي ندخلها النار، نشعل عليها غير الفوق، ما نشعلش عليها البنات تحت. كي شفتوا معايا الحلوه ديالي طابت، كي قلت لكم شعلت عليها غير الفوق، ونحاول نقص ندير 150 درجه حيت الكريمه باش ما تحرقش ليا، غادي تطيب ليا من الفوق. صافي غادي نخشي عويد ديال السنان فيها باش نشوفها واش طابت. صافي غادي ديك تبقى لي هذاك السيرو غادي اللي صيبنا سالفا اللي درنا به، غادي نحاول اللي مصيب من الحامض والسكر وشويه الماء، وشي كيجي خاتر بحال الكولاجين. ودابا غادي نحاول نسيحو جميع المناطق. ومن بعد البنات غادي نشد كريم كراميل اللي كيكون في الحانوت اللي متباع، غادي نحاول ندير عليه. دابا غادي ندخلها ثلاجه تبرد، ومني غادي نجيب هذاك دانيت ديال الكراميل غادي نخوي عليها في الطبقه الرابعه. وصافي وغادي نشد الشوكولا الاسود والابيض، غادي نحاول نقطعو مرصوات رقاق بالموس، وغادي نحاول نزوق به وتزيين كما حبيتوا البنات. لكم الاختيار، بغيتوا اللوز مهرمش، بغيتوا الكاوكاو اللي عجبكم تقدروا تزينوا به. هذيك حاجه نتوما كتعرفوا شنو اللي حاجه كتعجبكم البنات. كيش معايا البنات، ها هي الحلوه ديالي خليتها تبرد، درتها في الثلاجه غير تحت ما درتهاش في الفوق. كي شفتو درت ليها الشوكولا، زينتها بالشكل اللي عجبني انا، وانتم الشكل اللي عجبكم، وكتجي رائعه وكتحمر لكم وجهكم. ما نقولش لكم المذاق كيجي هائل وغزال، ونتمنى البنات تجربوها وغادي تعجبكم بزاف. كتجي المنظر رائع، بريستيج غزال كيحمر وجهك، والمذاق ما نقولش لكم. نكهه نسكافي خصوصا العشاق نسكافي والشوكولا كتجي رائعه، ونتمنى البنات تجربوها. دابا غنقطع لكم واحد المورسو باش تشوفوا معايا وتذوقوا معايا ونتمنى البنات تجربوها، ونتمنى ما نكونش هيت حتى شي حد، ولكن ما نقولش لكم كتجي هذيك البسبوسه رائعه. وبهذه الطريقه انا درت بسبوسه في شكل جديد. ونتمنى البنات الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم، وتعملوا ليا لايك وتعليق وديروا ليا شير للناس اللي كتعرفوا اي انكم باش يوصلكم اي جديد تقوموا بتفعيل الجرس. وشكرا لكم، ما تنساوش كنبغيكم بزاف. ودابا قطعتها مورسو كيشتو معايا، كتجي رائعه، المنظر غزال، والكريمه 3 طبقات كيشتو معايا الفوق الوسط، وكتجي طايبه مزيان. وما نقولش لكم الشكل كيجي غزال بزاف. ونتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا بالتعاليق ديالكم، ما تحرمونيش من تعاليقكم، وكنتمنى تجربوها وغادي تجي غزاله والمذاق كيجي هشيش بزاف. ونتمنى لكم التوفيق وخليت لكم الراحه، وتهلاو في راسكم. ما تنساوش كتبغيكم قناه ام دعاء للوصفات الناجحه.